من كام شهر طفل صغير اتعض من كلب، واهله بصوا عليه قالوا ان شاء الله الكلب كويس وبكره هنشوف. كانت المشكله ان العضه كانت في كتفه، والاهل نسيوا يوم، افتكروا اليوم التاني. لما راحوا للدكتور، الدكتور قال لهم للاسف اتاخرتوا، هنحاول في العلاج بس مش فاضل غير الدعاء. بنتكلم عن فيروس ظهرت اعراضه نسبه ان تنجو منه تقرب من 0%، ولكن اذا تم علاجه او تم الوقايه منه في وقتها بتقرب نسبه الشفاء ل 100%. السؤال بقى، انت لو اتعضيت او شفت حد اتعض هتعمل ايه؟ يلا هنجاوب. جهز لنفسك كوبايه شاي وركز معايا. السعار هو فيروس بيدخل عن طريق العضة وبيمشي جوه الأعصاب واحدة واحدة لحد ما يوصل للدماغ. وأول ما يوصل للدماغ ويعمل أعراض زي رعشة، زي حركات لا إرادية، بتبقى نسبة الوفاة تقرب من 100%. لكن قبل كده يبقى في فرصة للعلاج. هل السعار موجود في مصر؟ موجود في مصر. لكن الإصابات البشرية قليلة، لكن إصابات الحيوانات موجودة وبتزيد. وعشان كده مصر مشاركة في خطة للقضاء على السعار بحلول 2030. الخطر مش عالي لكنه موجود، ومحتاج تعرف ازاي تتعامل مع اي عضة بجدية. هو بيعدي عن طريق ان كلب مصاب يعض، او قطة تخربش، قطة مصابة وتدخل لعاب جوه الجرح. المهم هنا الكلب المصاب ممكن يكون شكله طبيعي جدا، فمفيش حاجة اسمها ان الكلب ده شكله سليم يبقى دي هتعدي على خير. طيب شفنا شخص اتعض، في البداية بيكون في صداع، حرارة، تهيج وحرقان مكان الجرح او الإصابة. بعد كده بعد أيام أو أسابيع ممكن يحصل تهيج، يخاف من المَيّة، صعوبة بلع، تشنجات، ينزل لعاب كتير، آه، لحد شلل ثم غيبوبة، وللأسف في الآخر مرحلة وفاة. وده السبب إن أي تأخير في العضة بيدخلك في منطقة الخطر. وهنا مش بنتكلم عن العضة بس، بل كمان مكان العضة. يعني واحد اتعض في أطراف، في إيديه، في أطراف رجله، غير خالص إن هو يتعض في كتفه، في رقبته، في ظهره. كل ده بيبقى فرصة إن الفيروس يوصل أسرع للمخ، أوصل أسرع بكتير. يعني إيه؟ يعني السعار ممكن يقعد من أيام لأسابيع، وممكن من أيام لساعات على حسب مكان الإصابة. طيب ازاي؟ احنا قلنا ان هو بيدخل في الدم، بيروح للاعصاب، بيروح بيمشي في الاعصاب ويوصل للدماغ. طيب معدل مشيه قد ايه؟ بيختلف على حسب كميه الفيروس، الاصابه واللعاب اللي دخل في الجرح، وتصرفنا ازاي وقت الجرح. لو فيروس كميات كبيره، هو طبيعي متوسط بيمشي 1 سنتي في اليوم. يعني ممكن نقول ايام، اسابيع، شهور، على حسب الاصابه. وده طبعا مفيش حد يقدر يقيمها غير لما الدكتور يشوفها في وقت الطوارئ. أهم خطوة، يغسل الجرح بمية وصابون لمدة 15 دقيقة. بعد كده يستخدم مطهر قوي، بتادين أو كحول. ممنوع، ودي معلومة مغلوطة، إنه يستخدم ملح أو توم ومعجون سنان أو أي وصفة تانية من عند العطار الناس بتقولها. هو أهم حاجة مية وصابون، ثم مطهر بتادين أو كحول، دي الحاجات الطبية المعروفة. رقم 3 هنروح للطوارئ. يبقى احنا كده قلنا الغسيل، مطهر، بعد كده تروح للطوارئ. واوعى تستنى تقول شوف الكلب هيحصل له ايه. الاعراض بتظهر على الحيوانات بشكل مختلف خالص، والاعراض ممكن اصلا تقعد ايام لاسابيع لشهور. بس العلاج لازم يبدا بدري عشان نلحقه. الموضوع بسيط. في بقى حاجتين، في حقنه الريبيز اللي هي السعار، بتبقى بتتاخد في وقتها، بعد كده 3 ايام، بعد كده 7 ايام، بعد كده 14 يوم، 4 حقن بس. يعني افتكر زمان كانوا بيقولوا 21 حقن، قلت 7 حقن، بعد كده 5، ودلوقتي بقيوا 4 بس. والمصل ده آمن جدا ومش مؤلم نهائي زي ما الناس فاكرة. الخطوة اللي بعد كده المصل، دي خطوة اختيارية، تبقى على حسب ايه؟ على حسب تقييم الإصابة. يعني المصل اللي هو الار اي جي ده مش لكل الحالات. لو الإصابة خطيرة، عضة عميقة جدا، في أكتر من عضة في طفل صغير خالص، إصابة في الراس أو في الرقبة زي ما قلنا في الأول، ده بيتاخد مرة واحدة بس وقت الإصابة عشان يعادل الفيروس الزيادة اللي ممكن ينتقل أسرع. فقرة المفاهيم المغلوطة. في كلام كتير بنسمعه ونفتكره صح، ولكن هو للأسف مش مظبوط. هنقول دلوقتي شوية جمل بنسمعها وهعلم عليها هل هي صحيحة ولا لأ. دلوقتي مثلا الناس بتقول ان الكلب المطعم مفيش منه خوف، ومعلومه الكلب المطعم بيكون فيه علامه على ودنه، او يعني بيكون شكله مميز. المعلومه دي غلط، ممكن يكون اتصاب من حيوان اخر.
لازم تاخد التطعيم لو اتعضيت. كلام مظبوط. اي عضه تبقى خطر. كلام صحيح. نستنى نشوف الحيوان هيموت ولا هيعيش. ده غلط وخطر جدا. الثوم والملح والليمون بيعالجوا العضه. الكلام ده غلط. الصابون والميه هم رقم واحد. مظبوط. ازاي تحمي نفسك واطفالك؟ لو حد من الشباب برضه متابعنا، ما تقربش من كلب غريب، ما تجريش ورا كلب، ولا تجري من كلب بيهوهو عليك. ما تسيبش الاطفال يلعبوا مع اي كلاب في الشارع. آه، اهتم بتطعيم الحيوانات اللي عندك في البيت لو مربي قطة او كلب. بلغ السلطات لو في كلب شكله يعني شعره منكوش، في شكله شكل سعار زي الصورة دي. وطبعا اهم نقطة في نقطة ما تجريش لو كلب يهوهو عليك. آه، لو كلب هوهو عليك اقف مكانك. الكلاب جبانة شوية، يعني لو مديت ايدك او حركت نفسك كده هم هيخافوا. فلازم تكون عارف النقطة دي، ان الحيوان اللي قدامك خايف منك اكتر ما انت خايف منه. فلما بتجري هو بيحس انك انت خايف اكتر فبيجري وراك. السعار فيروس قاتل، بس الوقاية أسهل بكتير جدا من الناس تتخيله. 4 حقن وقت العضة وتطعيم أو المصل لو الشخص احتاجه على حسب الجرح عميق ولا لأ. أول دقيقة بعد العضة ممكن تنقذ حياة إنسان. شارك الفيديو ومتنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا معاكم الدكتور عبد الرحمن عنتر في حلقتنا. ولو في أي استفسارات ممكن تبعت على رسائل الصفحة أو تكتب لنا في الكومنتات وهرد عليك إن شاء الله. السلام عليكم.